السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني والله الفترة اللي فاتت دي كلها. النهارده بقى راجعه لكم بفيديو جديد، والفيديو بتاعنا النهارده هوريكم بقى الاصلاحات اللي بتحصل على البحر في اسكندرية. وان شاء الله الصيف الجاي بقى تيجوا تلاقوا اسكندرية حاجة تانية. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو اول مرة بقى بتشوفي القناة وبيظهر لك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل. ويلا بينا بقى، تعالوا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنبدأ منين. احنا هنا كده في منطقة خليل حمادة او خالد بن الوليد. تطلعي من الشارع اللي هو عند البنزينة ده تخشي على خالد بن الوليد، شارع اللي هو بتاع خليل حمادة، اول خليل حمادة وخالد بن الوليد. البحر ده طبعا كل الناس بتيجي في الصيف بتنزل البحور دي، وبعديها بينزلوا اللي هو البروفاج. البحر ده بقى هو بيتوضب دلوقتي، شغالين بقى، بدأوا في إصلاحات. ممكن كان يكون من أسبوعين كده كان لسه. طبعا عشان انتوا عارفين ان الشاطئ اتردم، ما بقاش فيه رملة زي الأول، وبسبب كمان الشتاء اللي فات حصلت حاجات كتير في البحر، فبدأوا بقى ان هم يظبطوا بقى في الشاطئ. طبعا ناس كتير بتيجي الشاطئ ده وعارفة ان الشاطئ ده كان عامل ازاي الصيف دوت. ان شاء الله بقى الصيف الجاي بإذن الله هتيجوا تلاقوه حاجة تانية. حتى هدوا كل الكشاك وهدوا كل حاجة كانت موجودة على البحر، هيعملوا بقى حاجات جديدة ان شاء الله تعجبنا وتعجبكم بإذن الله. عشان الناس كمان اللي بتيجي عندنا في الشتاء هتيجوا تلاقوا البحور كلها فيها إصلاحات. هما بادئين من بدري قوي في منطقة السرايا، وبعد ما الصيف بقى خلص بدأوا بقى عندنا في منطقة سيتي بشر كلها في إصلاحات جامدة قوي. يلا بقى شوفوا الفيديو وكملوا معايا للآخر، وشوفوا خط البحر بقى من أول خالد بن الوليد أروح معاكم لحد السرايا. هو بقى هنعدي من أول خالد بن الوليد، سيدي بشر، جامع سيدي بشر، محمد نجيب، وبعد كده بقى اللي هو بحر السرايا. يلا اتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله اعمل لكم جولات تانية، وكل لما يبقى في اي تجديد ان شاء الله انزل واصور لكم، عشان الناس اللي بتحب اسكندرية وبتتابع كل حاجة عن اسكندرية. ولان في ناس كمان بتجيلنا في الشتاء في اسكندرية، عشان ما تجوش تقولوا ان مفيش بحر وهنقعد على ايه. هو فعلا احنا اصلا مفيش حاجة نقعد عليها. حتى لما الصبح الناس بتعمل رياضة ما بقيناش بنشوف البحر زي الاول من كتر الاصلاحات اللي عليه. لو تلاحظوا كمان بصوا ان هم قسموا البحر كده من جوه، عملوا لسان كبير جوه في البحر. عملوا اللسان ده علشان اللي هيتعمل عليه كافيهات جوه، وهيتعمل عليه كافيتريات زي جليم بي اللي هو في منطقة جليم. هيعملوا جوه بقى كافيهات، وزي منطقة سيدي جابر كمان بتبقى حلوة قوي في وسط البحر. وكمان علشان الحالات الغرق اللي كانت بتحصل وكده، ولان احنا المنطقة بتاعة خط الرمل دي كلها اللي احنا بنسميها كده منطقة خط الرمل، البحر بيبقى ده فيه بيار، بيبقى فيه بيار، فهم بيظبطوا كمان البحر. وكمان عشان اللي بينزل البحر والبحر بيسحبوا لجوه، فهو قسم البحر بحيث ان ما تبقاش فيه كمان موج عالي قوي، سايب حتة مفتوحة ان هي تخلي المية تروح وتيجي كمان منها. بس ده معمول كده لحد السرايا، موجود في منطقة لوران كمان. فكل دوت هيبقى برضو كافيهات. في تجديدات جامدة قوي في خط البحر. ان شاء الله تبقى تجديدات حلوة وما تكونش غالية علينا ولا على الناس اللي بتجيلنا من بره بإذن الله. وان شاء الله نشوف اسكندرية ونشوف خط البحر حاجة تانية بإذن الله. يلا بينا نكمل الفيديو بقى، وهحط لكم كده موسيقى هادية واتفرجوا بقى على الفيديو وشوفوا. وهتلاقوا كمان ناس، ده كان الفيديو ده يوم الخميس، هتلاقوا ناس في البحر. يعني الجو عندنا في اسكندرية كان مطر شوية، بس دلوقتي الجو حلو جدا. وفي ناس يعني شتت، وفي ناس لسه ما شتتش بسبب ان الجو حلو. هو كان بس قالب شوية، بس الجو كويس جدا. وهتشوفوا معايا في الفيديو الناس اللي موجودة جوه المية في منطقة سيدي بشر. يلا بينا بقى نكمل الفيديو مع موسيقى هادية.